بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو اللي فات خدنا أداة من أدوات التعديل اللي هي أداة الدوران أو الروتيت. إن شاء الله في الفيديو ده هنكمل عليها. قلنا المرة اللي فاتت إزاي بنستخدم أداة الروتيت، وقلنا لو إحنا عندنا مجسم زي ده مثلا عاوزين نعمل له دوران، بنروح محددين الأول وبعدين بنضغط على أداة الروتيت ونحدد مركز الدوران بالمنقلة اللي احنا هنعمل دوران حواليه أو هنلف حواليه. فهنيجي مثلا وليكن هنلف من النقطة دي كده، بعدين نختار النقطة اللي احنا هنلف منها، نضغط كليك مرة تانية ونبدأ نلف بالطريقة دي. ده اللي عرفناه في الفيديو اللي فات. النهاردة إن شاء الله أو في الفيديو ده هنعرف إن احنا نقدر نعمل كوبي بالدوران زي ما كنا بنعمل بأداة الموف. هنيجي برضه نحدد المجسم ده ونضغط على نقطة الارتكاز أو الدوران، ونيجي من النقطة اللي احنا بنلف بيها ونضغط عليها وبعدين نضغط كنترول، فنلاقي بيتعمل لنا علامة زائد مع السهم بتاع الدوران، فبنلف زي ما احنا عاوزين مثلا لحد هنا. برضه بقول له اعملها لي 3 نسخ أو 4 أيا كانت النسخة اللي أنت عاوز تعملها. ودي بتفيدنا كتير لما بنبقى مثلا عاوزين نعمل أعمدة على شكل دائري أو على مسار دائري. وفي حاجات تانية هنبقى نعرفها في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. برضه زي ما احنا تعودنا إن احنا برضه نقدر نعمل على مسار دائري، وليكن مثلا 180 درجة. ده عاوزين نقسمه بزوايا متساوية ولتكن 5 زوايا، فبنعمل علامة القسمة نروح أو حرف الضغط بالكيبورد، بس عشان ده إنجليزي برضه، وبعدين نروح كاتبين له 5 ويقسم لنا الزوايا إلى 5 درجات، إلى 5 زوايا متساوية. طيب هنفترض إن أنا عاوز أعمل دوران بزاوية معينة، معلومة أنا عارفها عاوز أعمل روتيت بيها، باجي برضه على الجسم ده أنا عاوز ألفله مثلا بزاوية 45، بروح أعمل روتيت كده وألاقي الزاوية اتكتبت هنا، أروح أجيب له 45. ولو أنا عاوز أعمل كوبي مثلا على زاوية 15 درجة مثلا، نخليها 30. السكتش اب بيفضل محتفظ بالأمر اللي أنت لسه عامله لحد ما تختار أمر تاني. مثلا سخالي 5 مرات، تبقى الزاوية من النقطة هتلاقيه بيلف كده. يعني هنلاقي إن الأضلاع دي مش متوازية لأن إحنا بنلف من النقطة مش من دايرة. هي النقط دي كلها هتلاقيها واقعة على دايرة واحدة، إنما الأضلاع دي مش متوازية. دي كانت النقطة اللي أنا عاوز أوضحها من الفيديو اللي فات ومقلتهاش. نكمل في الفيديوهات الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.